السلام عليكم، ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. حلقة جديدة من دنيا المطبخ. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض البسبوسة الحلوة دي بطريقة سهلة جدا وبسيطة، ومكوناتها كمان بسيطة جدا. يا رب الفيديو يعجبكم، ولو اول مرة بتشوفوني يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل. ولو انتم من حبايبي على القناة ومن صحابي يا ريت ما تنسوش اللايك. ويلا بينا نشوفوا مقاديرنا ايه. اول حاجه في المقادير معايا نص كيلو دقيق سميد سايب من عند العطار، مش الاكياس بتاع البسبوسه، سايب معلوش اي حاجه. ومعايا معلقه من عسل الكلوكوز، ومعايا نص كوبايه من السمنه. انا عامله خليط من السمنه البلدي والسمنه النباتي، عايزه تحطي كله بلدي مفيش اي مشكله. ومعايا كوبايه لبن، ومعايا كوبايه سكر مش مليانه على اخرها، يعني الا حبه كده الا معلقه او حاجه. عايزه تحطي كوبايه كامله مفيش اي مشكله، بس دي الصراحه طلعت السكر بتاعها يعني مظبوط جدا وجميل عشان ما تبقاش مسكره قوي. دلوقتي بقى هحط معلقه عسل الكلوكوز، وتقدري تستبدليها بمعلقه عسل نحل او معلقه عسل شربات اللي احنا بنعملوه بتاع البسبوسه، بس التقليه خالص تقدري تستغني عنها خالص. فيعني انا عطياكي كل الحلول بتاعتها، هخليهم بقى على جنب عشان معلقه العسل تدوب في اللبن. ودلوقتي هشتغل في الخطوه اللي بعدها، وهنزل بقى دلوقتي السمنه البلدي اللي انا مخلطاها بالسمنه النباتي، نص كوبايه سمنه مجموع مع بعض، مجموع في الاخر نص كوبايه على الدقيق. انا السمنه البلدي اللي انا خلطاها معاها دي اللي احنا عاملينها مع بعض من وش اللبن، عاملينها مع بعض على القناه، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. وبعد ما هدخل السمنه جوه الدقيق وهخليه كده كله يبقى يتشرب بالسمنه، هضيف كمان كوبايه السكر، بس هي للاسف ما ظهرتش في التصوير، حصل عطل صغير كده وانا بصور، فمعلش يعني. هي بس انتوا هي يعني خطوه صغيره ان انتوا بتضيفوا كوبايه السكر مع السمنه مع الدقيق وبتخلطوهم كويس جدا. وفي المرحله دي تقدري تخلطي وتعجني زي ما انت عايزه وتبسي زي ما انت عايزه. لكن بعد المرحله اللي احنا فيها دلوقتي، بعد ما هضيف كوبايه اللبن اللي ما اضاف عليها معلقه العسل، مش عايزه اي عجن ولا تقليب كتير. البسبوسه مش عايزه اي تقليب كتير، يا دوبك بس تلميهم كده جوه بعض، وتلميهم بايديكي كده حاجه بسيطه لحد ما اللبن يتشرب مع الدقيق بالسمنه بالسكر. وكده خلاص احنا مش عايزين اي حاجه خالص منها غير ان احنا هنحطها في الصينيه على طول، عشان لو قلبتي فيها كتير بتنشف منك ومتطلعش مرمله كده ودايبه زي ما احنا بنكونوا عايزينها. دلوقتي جبت صينيه مقاس 28، او ممكن تحطيها 30 على حسب انت عايزه السمك بتاعها قد ايه. هي الصراحه كانت مظبوطه يعني ما كانتش عاليه قوي. دي مقاس 28 او 30 يعني، الصراحه هو مش مكتوب عليها بس يعني هي في الحدود دي. دلوقتي بقى دهنتها سمنه، تقدروا تدهنوها طحينه، فحطيتها كده جواها. واهم حاجه ان انتوا تقلبوها زي ما انا عملت دلوقتي، مش تقلبوها، تهبدوها كده او تخبطوها خبطتين على الرخامه. لو خايفين على الرخامه تقدروا تحطوها تخبطوها كده على الارض. تمام. بس كده لحد ما الشكل بتاعها اتساوى. ودلوقتي هبتدي ان انا اديها اي شكل كده من فوق، مربعات او زي ما انا بعمل كده الشكل اللي هو بيبقى جاي كده سمبوكسات. وهبتدي احط في كل سمبوكسه او كل مربع واحده من اللوز. تقدروا تخلوها ساده، تقدروا تحطوا بندق سوداني، طبعا دي حاجه ترجع لكم. الصراحه يعني انا كان عندي اللوز فحطيت عليها لوز، وكمان انا بحبها باللوز. الناس اللي بتشتكي ان المكسرات بتخرج من او ما بتضيف عليها الشربات، بصوا اضغطوا ضغطه صغننه زي ما انا بعمل كده، مش لما تحطوا على شربات مش هتطلع على الوش، ومش يعني مش هتطوف كده مع الشربات، مش هتطلع مع الشربات، بالعكس هي هتبقى ثابته مكانها ومش هتتحرك نهائي. تمام. زي ما انتوا شايفين هي كده جاهزه. تدخل بقى الفرن على درجه حراره متوسطه في الرف الوسطاني. خدت معايا نص ساعه بالظبط. دلوقتي بقى بعد ما دخلتها الفرن يكون مسبق التسخين. ها تمام. دلوقتي بقى هحط الشربات بتاعها. انا معايا كوبايتين من السكر، عليهم كوبايتين من الميه قد السكر. وتقدروا ان انتوا كمان تحطوا كوبايه ونص سكر، كوبايتين ميه لو انتوا عايزينها كمان تبقى خفيفه اكتر. وحطيت كمان عصره ليمونه. وفي الاخر خالص هحط معلقه عسل كلوكوز ومعلقه سمنه بلدي. انا حطيتهم على النار 10 دقايق بعد الغليان.
او 5 دقايق، يعني يا دوب غلوتين 3 وتطفي عليهم. او ما هي تخرج من الفرن سخنه جدا زي ما انتم شايفين، بضيف عليها العسل، وما شاء الله شربته في ساعتها وكانت ناجحه جدا. وتعرفي البسبوسه بتاعتك ناجحه ازاي؟ ان هي تشرب العسل في ساعتها زي ما بسبوستي دي عملت. او ما تشرب شويه وتضيفي الباقي، تشرب شويه وتضيفي الباقي. طبعا لو حطيتي كله على بعضه ممكن ان هي تشرب وتبقى كلها عسل، فانت شوفي هي هتاخد منك عسل قد ايه. تمام. طبعا ما بنقطعهاش في ساعتها، بنسيبها على اقل حاجه ساعتين لحد ما تبرد كده عشان تقدري تقطعيها قطع حلوه وتطلع معاكي مظبوطه. تمام. دلوقتي بقى بعد ما شربت العسل بتاعها كله، هي خدت كل الشربات اللي انا عملته لها. كوبايتين العسل بكوبايتين الميه ونص الليمونه، وانا ممكن تضيفي فانيليا بدل حته السمنه البلدي اللي في الاخر، بس الصراحه عطيتها ريحه تحفه. شايفين بقى ما شاء الله وانا بقطعها جميله جدا، مرمله كده ومديه قوام حلو ولونها ابيض وذهبي من تحت ومن فوق. والمكسرات ما خرجتش منها لما ضفت العسل، ولونها جميل وجايه منها الحروف كده مقرمشه زي ما من جواها من بره. شوفوها بقى كده وانا بقطعها، القطعة كده طالعة متماسكة، مش سايبة كده وبتتفرفت. تفرفتها بالشوكة كده، يعني متماسكة كده وحلوة وفي نفس الوقت مرملة. طعمها كان الصراحة ما شاء الله. هي سهلة جدا وبسيطة ومكوناتها بسيطة وفي كل بيت. ان شاء الله تعجبكم وجربوها، هي سهلة جدا وتبقى حاجة حلوة كده لولادك او لضيوفك. حلوة جدا في الشتاء، تقدري تقدميها طبعا من غير مكسرات. الصراحة جامدة جدا وسهلة، حالة سريع كده تقدري تقدميه. يا رب الوصفة تعجبكم وجربوها وسيبولي كومنت، وياريت بقى شوية تشجيع منكم. ولو أول مرة بتشوفوني زي ما قلت لكم تشتركوا في القناة، متنسوش تفعلوا زر الجرس وتحطوا اللايك، واشوفكم فيديو جديد. مع السلامة، باي باي.